السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا النهارده عملت بكيلو ونص دقيق احلى فطار للمدرسه، ووفرت بدل ما اشتري عيش فينو كل يوم غالي، انا عملت لهم حاجات حلوه تنفعهم في المدرسه الصبح، او هم صاحيين عايزين نفطر الصبح، اللي رايح الكليه عايز يفطر مع كوبايه شاي او كوبايه لبن، بالليل اللي ملوش نفس ياكل. يلا بينا يا حبايبي نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي دي حبيبي العجينه بتاعتي اهيت بعد ما خمرت بقت كويسه. طبعا احنا قبل كده نزلنا وصفه العجينه، بس انا هقول لكم انا دي حاطه كيلو ونص دقيق عشان هعمل كميه كبيره، وحاطه معاها معلقتين لبن بودره، كيس نص معلقه بيكنج باودر، كيس خميره فوريه، ميه دافيه، نص كوبايه سمنه على نص كوبايه زيت، وعجنتهم مع بعض وسبتها لحد ما خمرت زي ما انتم شايفين. ويلا بينا نشوف هنشكل عجيننا الجميل ده ازاي. دلوقتي انا كان عندي شويه نوتيلا في البيت اهم، شوف البتاعه ديت، وعندي هنا قرفه حطيت عليها معلقتين سكر، وعندي شويه جبنه تركي. يلا نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي يا حبايبي انا كورت جزء من العجين، وهبدا دلوقتي افرده واشكل الاشكال اللي انا عايزاها. يلا بينا. دلوقتي يا حبايبي انا هحط نقطه زيت اهيت هنا وافرد عليها العجينه بتاعتي. اجيب بسم الله كده، ايوه اهوت. انا العجينه بتاعتي طريه، انا بقى هفردها كده بسم الله الرحمن، طويله تديني شايفين كده، وهاجي بقى بالنشابه وافردها كده. انا مش عايزاها تبقى العجينه بتاعتي يعني سمكها حلو زي ما انتوا شايفين. وبعدين هاجي بقى هنا اهيت، انا عايزاها كده بسم الله. هاجي بقى اجيب بقى الجبنه التركي. هعمل ايه؟ هجيب حته، انا ما جبتهاش ليه مبشوره عشان انا عايزه احطها كده، وهقوم جاي عاملاها كده زي ما حضراتكم شايفين، واحط حته تاني حشو تاني، واقوم جاي عاملاها كده، وحته تاني اخيره، واقوم جايه مقفلاها كده. شايفين بقت طالعه عامله معايا ازاي يا حبايبي؟ ونحطها في الصينيه ونعمل تاني. ودي كمان واحده تانية اهيت هنفردها بسم الله. ايوه كده بنفس الشكل. شايفين العجينه حلوه وطريه ازاي؟ مساعداني. فانا هفرد بقى كده وهاجي. انا ليه بحط بقى جبنه تركي هنا؟ بحيث لو انا حطيت في جزء واحد فباجي الاقي بعد كده اما الجبنه التركي بتسيح بتبقى باينه في مكان واحد بس. وهاجي احط كده اهو. لازم نتعلم يا حبايبي. احنا دلوقتي احنا بنعمل دي سندوتشات للمدرسه، فطار للصبح واحنا مستعجلين كده، لان طبعا شايفين ان الحاجه بقت غاليه جدا، ودي هتوفر معانا كتير. كلنا عندنا في بيوتنا دقيق، وعندنا اهيت شايفين كلنا عندنا في بيوتنا الدقيق والخميره، يعني كل الحاجات دي متوفره في البيت، فاحنا نعملها. يلا هنعمل واحده تانية بسم الله. ودي كمان اهوت هنفردها. ممكن بقى حبايبي ايه، انا مش شرط احط جبنه تركي او نوتيلا او قرفه، اي حاجه عندي جبنه بيضه، ما عنديش خالص اي حاجه من الحشو دي احط سكر، احشيها سكر اهو. هنحط تاني اهو. هنكمل بقى كده بنفس الطريقه اهو. هنحط هنا جبنه تركي بسم الله، ونعملها كده ونحاول نعدلها ونعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو زي ما حضراتكم شايفين. ودي كده شايفين اهي. لازم نتعلم دايما، ما نقفش على حاجه. دلوقتي ده حبايبي شكلها، هنسيبها تريح شويه بعد كده نحطها في الفرن. نعمل غيره بقى حاجه تانية. هنحط نقطه زيت. دلوقتي انا هحشي دي نوتيلا زي ما قلنا، ما عنديش يعني نوتيلا، جبنه تركي، جبنه اي حاجه عندي في البيت ما فيش، زي ما قلت لكم ممكن نحشيها سكر. دلوقتي انا هجيب النوتيلا بتاعتي اهيت احاول افردها فيها كلها عشان انا دي هعملها شكل مختلف. احنا بنحاول كمان غير ان احنا نوفر، ان احنا نحبب ولادنا في الاكل اللي احنا بنعمله في البيت زي ما شايفين كده اهو. عشان بنحشيها اهوت، ونحط هنا كمان اهو زي ما حضراتكم شايفين فردناها. هاجي بقى اعمل كده وهقلب دي كده ودي كده، وهكمل بقى اللفه كلها كانها رول. انا ليه هنا فردت الحشو فيها كلها؟ علشان ما يبقاش فيه جزء فيه حشو وجزء لا. شايفين ايوه عملتها كده كانها سندوتش ملفوف اهي. وهسيبها برضو تريح شويه وبعد كده احطها في الفرن اهو. يا حبايبي عملنا واحده تانية اهيت ولفيناها، هنحطها في الصينيه ونكمل بقى بقيه الكميه كده.
دلوقتي بقى حبايبي هنجرب بقى اللي هو بالقرفه. لو ولادكم بيحبوا اللي بالقرفه ده اعملوه، ما بيحبوش خلاص. اهوت هنعمل كده، نفردها كده اهوت برضو نفس الفكره. انا مش عايزاها تبقى رقيقه قوي. وهنرش بقى كده القرفه بالسكر. لو ولادكم ما بيحبوهاش بلاش، احنا بنجرب بحيث ان احنا بدل ما نروح نشتري عيش فينو غالي وسندوتشات غاليه من بره، احنا بقى ايه هنعمل ده. لان احنا طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين عندنا كل المكونات دي في البيت اهي. هنحطها في الصينيه شغال حلو. وهنعمل واحده كمان اهيت هنفردها كويس كده. انا مش عايزاها رقيقه، انا عايزاها سمكها كويس اهوت. بسم الله. وهنحط تاني قرفه هنرشها كده. هنرش كده بسم الله اهوت. شايفين احنا بنعمل بطرق احنا عايزين ولادنا تحب الاكل اللي احنا بنعمله. هنلفها كده. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ شايفين جامده ازاي؟ وهنسيبها لحد ما تريح وبعد كده نحطها في الفرن. دلوقتي يا حبايبي بقى دي هنعملها بطريقه تانية. شايفين هنعمل كده، نفردها كده، نعملها مدوره. دي هتبقى ساده بحيث مثلا اللي ما بيحبش اللي فيها حشو اهيت ممكن بقى مع كوبايه شاي بتاع. هنعملها ساده كده. شايفين اهي احنا عملناها مدوره صح؟ عملناها كلها دايره كده. هنقوم جايين عاملينها كده وعاملينها كده. شايفين؟ وهنحطها في الصينيه بتاعتنا. نعمل واحده تانية اهيت. دي بقى كأننا عاملين لهم عيش مثلا عيش فينو، عيش كايزر، اللي هم بيحبوه بس بطريقه حلوه جديده تجذب انتباههم وتخليهم يرضوا ياكلوا اهيت. احنا عملناها دايره اهي زي ما حضراتكم شايفين. وهنقوم جايين عاملينها كده وعاملينها كده. شايفين اهي. وهنحطها لحد ما تريح. دلوقتي يا حبايبي فاض مني شويه عجين. انا بقى هعمل بيهم حاجه تانية برضو تعجب ولادنا. انا هجيب دلوقتي اهي ديت هفردها كده زي ما حضراتكم شايفين اهو. مش هفردها قوي، هقوم جايه حاطه فيها شويه سكر صغيرين اهوت. وهلمها كده بسم الله ايوه كده. وهضغط عليها كده اهو واحطها في الصينيه لحد ما تريح. هعمل واحده تانية اهو زي ما حضراتكم شايفين برضو. دي حاجه جديده بحيث انها ايه تعجب ولادنا. هنحط حبه سكر كده. احنا كده عملنا معانا كأننا عملنا لهم سندوتشات. في حشيناه جبنه تركي، وفي حشيناه نوتيلا، وفي اللي حشيناه معانا قرفه، وده وفي اللي عملناه ساده وهو عملناه بالسكر اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. اهي شايفين ده شكلها يا حبايبي بعد ما ريحت. انا بقى هرش عليها شويه سمسم. السمسم ده برضو اختياري. انا السمسم اللي لقيته عندي طلع احمر مش ابيض. احط كده اهو. في حاجه بقى حبيبي انا دلوقتي هدهن وشها لبن بس عشان مثلا في صدقوني والله العظيم اللبن ده بيخلي وشها يحمر ويبقى جميل اكتر من البيض والحاجات التانية. والبنات اللي زي حالتي كده ما بتحبش العجين اللي فيه لبن صدقوني اقسم بالله هتطلع روعه. يلا بينا نحطها في الفرن. دلوقتي ده حبايبي شكلها بعد ما طلعت من الفرن ولا ريحتها روعه. شايفين وطريه جدا وحلوه. ودي احنا كده عملنا لاولادنا. وشايفين الجبنه عامله ازاي. وفرنا فطار للمدرسه بدل ما بنشتريه غالي. والله التاني ده يا شايفين بدل ما نشتري الفطار غالي والعيش غالي نعمل لهم دي. اللي عايز بقى يفطر يروح الكليه عايز ياخد واحده، اللي عايز الصبح مع شاي، بالليل مش عايز ياكل اكل وعايز ياكل اي حاجه طريه. واللي بالسكر دي طالعه روعه. شايفين. وبألف هنا وشفا. يا ريت ما تنسونيش في التعليق واللايك والاشتراك في القناه بتاعتي. مع السلامه.